السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بتكلم عن لقاء الجمعة مع المنافق خالد بن طلال الذي يدعي التدين كذبا. يعني من بداية اللقاء ماسك السبحة قاعد يلعب فيها. اللعبة هذه أو القضية هذه هي محاولة، يعني هو الأمير يتكلم، قصدي عفوا مو بالأمير، الخبيث خالد بن طلال يتكلم عن أننا نحن في السعودية يجب أن نكون الأقرب للإسلام، وأنا أخاف أن في المستقبل أن تكون دولة أخرى تكون أقرب للإسلام وتمثل الإسلام من السعودية، ويقول إن إحنا أقرب يعني للإسلام. هذه اللعبة اللي يعني لعبوا علينا فيها لأكثر من 80 سنة بأن الدولة السعودية هي اللي تمثل الإسلام. يعني هذا خالد يعني يبغى يخلي هذه اللعبة أو الكذبة تستمر. راح طول لحيته وسوى نفسه متدين. بس يعني آل سعود خايفين من أن تقوم دولة إسلامية تطبق نهج الخلافة الراشدة، مثلا في ليبيا ولا في مصر ولا في العراق ولا في أي مكان آخر ولا في تركيا، فيتبعها الشعب، شعبنا، شعب بلاد الحرمين يتبعها، تكون قلوبهم وعقولهم مع تلك الدولة التي تطبق نهج الخلافة الراشدة، فيثورون على آل سعود بدعوى آل سعود أنهم لا يطبقون الدين، وأن نهج أو طريقة الدولة الأخرى التي بدأت تطبق الشريعة الإسلامية أحسن من نهجهم، فيخافون منا أن نثور عليهم. فراحوا جابوا هذا الأمير المنافق الخبيث خالد بن طلال ليلعب علينا ويستمر في مسلسل الكذب والخداع والتزوير والنفاق مع الشعب، ويجعلوننا نتصور بأن آل سعود هؤلاء أسرة متدينة وهم اللي ماسكين الدين وخادمين الحرمين وما أدري كيف. فيعني أنا أريد أن أذكر الناس بقناة روتانا، قناة الفساد والانحلال، وأذكركم بانحراف وفساد آل سعود في الشوارع، يروحون للأسواق ويتحرشون ببنات الناس، والمخدرات والخمور في قصورهم، والانحراف والفساد الأخلاقي الذي تمارسه هذه الأسرة، والعمالة للأمريكان، دخلوا الأمريكان لجزيرة العرب. للآن في قواعد عسكرية أمريكية في نجد والحجاز والبحرين في جزيرة العرب. وبس هذا كلامي، وأذكركم أن آل سعود هؤلاء ليسوا سوى شرذمة حاكمة، شرذمة قذرة تكذب وتكذب وستستمر بالكذب. احنا لازم نطيح فيهم ونثور عليهم ثورة مسلحة مثل ليبيا، أو ثورة سلمية مثل تونس ومصر. بس، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.